استاذ احمد، ازاي احصل على فيزا عمل لالمانيا؟ بص يا سيدي، عندك طريقتين. الطريقه الاول اللي هو تاخد فيزا بحث عمل لالمانيا، وان هي تحوش لها حوالي 6000 يورو وتحطهم في حساب مغلق من مكانك، مثلا في مصر تفتح حساب مغلق. كل الكلام ده تبحث عنه على الانترنت على شات جي بي تي، هيقول لك الخطوات بالظبط تفتح الحساب ازاي. وبعد كده بتقدم على الشغل، بتقدم على الفيزا لو انت متطلباتك موجوده. تعرف ازاي؟ في على الانترنت كده ميك ات ان جيرماني، موقع اسمه ميك ات ان جيرماني، تقدر تشوف عليه الطلبات. طبعا هو في مهن مطلوبه معينه، ومهن ذات ايه طبيعه خاصه، والمهن المهن المميزه اللي محتاجاها المانيا. لو انت واحد منهم قدم، ربنا يوفقك. في طريقه تانية اللي هي كارت الفرص، وهي برضو نوعا ما هي فيزة البحث عن عمل، بس بطريقه ما بتبقى اسهل شويه. لو انت تخش على اكتب كارت الفرص على جوجل، وهتخش على الموقع وعاملين اختبار بسيط كده. اعمل الاختبارات، لو انت نجحت فيه يبقى انت ان شاء الله هتاخد التاشيره، وهي دي بتدوها لك، ان هي تدوها لك لالمانيا، تاخد 6 شهور تدور فيها على شغل وانت جوه في المانيا. فدي ممتازه ليك، بس ليها شروط. اهمها طبعا ان انت تفتح حساب ان انت تصرف على نفسك 6 شهور دول، وغالبا بيبقى حوالي 6000 يورو في ال6 شهور دول. ربنا يوفقك ان شاء الله ويعمل لك الخير.